الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله أيها الناس، يقول الله جل وعلا في القرآن العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان فيما قال في خطبته: ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أن وفد عبد القيس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستطيع أن نأتيك يا رسول الله إلا في الشهر الحرام، فإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أنهم ما يأمنون في السفر والخروج من بلدانهم إلا في الشهر أو الأشهر الحرم، لأن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم فلا تقاتل فيها ولا تعتدي. فنعم. وفي الآية الله جل وعلا يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فهذه الأشهر 12 هي الأشهر القمرية، الأشهر العربية. 12 شهرا من هذه الأشهر أشهر حرم، كما سمى صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإن لم أذكره فإنه قد قال في حديث أبي بكرة: منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، و1 فرد وهو رجب مضر
الذي بين جمادى وشعبان. فهذه 4 أشهر حرم حرم الله فيها القتال وأعطاها مزيد حرمة وتعظيم. والحكمة في ذلك والله أعلم كما ذكر أهل العلم أنه لأجل هذه الشعائر، شعائر الحج والعمرة، فجعل الله قبل شهر الحج شهرا محرما وهو ذو القعدة، حتى يأمن الناس في أسفارهم من بلدانهم ليصلوا إلى البيت العتيق وإلى الأماكن المقدسة. وذو الحجة هو الشهر الذي يقام فيه الحج، فجعله شهرا حراما، وبعد شهر الحج شهرا كذلك جعله حراما وهو المحرم، حتى إذا ما قضى الناس حجهم عادوا إلى بلدانهم في أمن وأمان. فكان شهر الحج قبله شهر حرام وهو ذو القعدة، وبعده شهر حرام وهو المحرم. وأما رجب فهو كذلك كما سمعت شهر حرام، وذلك أنه في نصف العام لما يكون فيه من أعمال الزيارة والعمرة، فيأمن العمار في خروجهم من أماكنهم لأداء العمرة ذهابا وإيابا في شهر رجب، فإنه من الأشهر الحرم. ومن هذه الأشهر 12 أشهر الحج كذلك، فإن أشهر الحج 3 أشهر، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو على الصحيح 10 الأول من ذي الحجة. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى كونها أشهر للحج أنه السنة كما قال ابن عباس أن يحرم بالحج في هذه الأشهر، وهي أشهر الحج. فأول وقت للإحرام بالحج ليلة عيد الفطر، وآخر وقت للإحرام بالحج ليلة عيد الأضحى، فما بينهما مجال للإحرام بالحج. فمن أحرم بالحج في رمضان ولو في آخر رمضان قبل دخول ليلة عيد الفطر فإنه لا ينعقد إحرامه حجا، بل يفسخه إلى عمره، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. وهكذا كذلك من أحرم بالحج في 10 من ذي الحجة، وذلك بعد طلوع فجر يوم عيد النحر، فكذلك لا ينعقد إحرامه حجا، وإنما يفسخ إلى عمره، وذلك لفوات الوقوف بعرفة. فإن الوقوف في عرفة وقته من صلاة الظهر في اليوم 9 من شهر أو من ذي الحجة وهو يوم عرفة إلى قبل أن يطلع الفجر الصادق ليوم النحر، فهذا كله وقت للوقوف بعرفة. فمن وقف في عرفة ولو مشى لحظة فيها قبل فجر يوم النحر فقد أدرك الحج. ومن تأخر إلى أن صلى الناس صلاة الفجر في يوم النحر فلا حج له لفواته
الوقوف بعرفة، فإن عرفة هو الركن الذي يفوت بفواته الحج. وهذه الأشهر القمرية كما سمعت العربية أولها شهر الله المحرم وآخرها شهر ذي الحجة، فهي 12 شهرا. فأما شهر الله المحرم فسمي بالمحرم لتأكيد حرمته، ذلك لأن العرب طائفة منهم تسمى بالنسعة، وهو قول الله إنما النسيء زيادة في الكفر، وذلك أنهم كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم وبخاصة شهر الله المحرم، فيجعلونه غير المحرم ليعتدوا فيه ويستحلوا القتال فيه، فأكد بأن سمي بالمحرم. وأما صفر فسمي بصفر، وذلك لاصفرار بيوتهم من أهليها، ولأنهم يخرجون بعد الشهر المحرم الذي منعوا فيه من القتال، يخرجون نحو القبائل والصحاري يعتدي بعضهم على بعض فتصفر ولا يبقى في محلهم أحد، فسمي بصفر. وأما ربيع الأول والثاني فهو مسمى من الارتباع والتربع في الربع وفي الضيعة وفي أماكنهم لجلوسهم في الربيع مع ما يكون فيه من طيب الهواء والخضرة. وأما جمادى الأول وجمادى الثاني فإنه سمي بجمادى في ذلك الوقت لأن المياه كانت تتجمد فيه. وأما رجب فسمي رجب من الترجيب وهو التعظيم، وكان هذا الشهر معظم عند العرب. وأما شعبان فسمي شعبان لتشعب الناس في القبائل، إما لطلب المياه وإما لشن الغارات، وخاصة بعد الشهر الحرام وهو رجب. وأما رمضان فسمي رمضان من الرمضاء وهو شدة الحر. وأما شوال فسمي شوال من التشويل، من تشويل الإبل وهو ذهاب لبنها، وذلك لشدة الحر والانقطاع الرطب، فتذهب ألبان الإبل بسبب هذين الأمرين. وقيل سمي شوال للتشويل لأن الإبل ترفع أذنابها تريد اللقاح فسمي بشوال. وأما ذو القعدة فسمي بذي القعدة لقعودهم عن القتال. وأما ذو الحجة سمي بذي الحجة لأنه الشهر الذي يكون فيه الحج إلى بيت الله الحرام. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نهانا جل وعلا عن الظلم والتعدي في هذه الأشهر، وذلك لأن هذه الأشهر الحرم لها حرمة عظيمة، حرمتها في المنع من التعدي في القتال، في منع القتال فيها. ولذلك كان القول الراجح
في مسألة القتال في الأشهر الحرم أن المحرم فيها هو ابتداء القتال، ورجحه العلامة ابن عثيمين، فالمحرم هو ابتداء القتال. أما الدفاع فإذا اعتدي عليك في الشهر الحرام فتدفع، وهذه رخصة كما ذكر الله في القرآن. وهكذا أيضا إذا خرجت للقتال قبل الشهر الحرام ثم جاء الشهر الحرام وأنت ما زلت في القتال فليس عليك إثم في ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج لقتال هوازن في شوال، ثم امتد به القتال حتى امتد إلى الطائف، ودخل عليهم شهر ذو القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم، فلم يمتنع من القتال لأنه ابتدأه أي القتال في غير الشهر الحرام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا بالظلم الأكبر وهو الشرك بالله وعبادة غير الله، فهذا ظلم كبير موجب لدخول النار وعدم الخروج منها لمن مات على ذلك. وهكذا لا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي والكبائر، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بالتعدي على الخلق والبغي على عباد الله جل وعلا، فإن هذه الأمور وإن كانت محرمة في سائر شهور العام إلا أن حرمتها تعظم وتشتد في هذه الأشهر الحرم، وتتأكد هذه الحرمات في هذه الأشهر. فنعم، مما يدعو المسلم إلى أن يتقي ربه جل وعلا، وأن يراقب الله جل في علاه، وأن يتوب إلى الله، وأن يصلح حاله مع الله، وأن يجتنب المعاصي بسائر أنواعها، سواء كانت من الشرك الأكبر أو كانت كذلك مما يكون بين العبد وربه، أو كانت فيما يتعلق بحقوق الآدميين في حق الأعراض أو في حق الأموال أو في حق الدماء، فإن ذلك محرم علينا في سائر العام، ثم تعظم هذه الحرمة وتشتد في الأشهر الحرم، وذلك لحرمة الزمان. وهكذا في الأراضي المقدسة في حرم الله في جهة الكعبة فإنه كذلك، فإن هناك حرمة للمكان، ولذلك المعاصي تعظم عقوباتها لحرمة الزمان ولحرمة المكان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنعم عباد الله، فنسأله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.